حلوة الطابع على قنية بنينة الله الله كيما تاع زمان. عندي كيلة بيض اللي هي 4 حبات انايا، نحيد صفار برك هذا ما كانش ندهن به من الفوق. هنايا زيت للبيض ديالي مبشور القارص ولا مبشور البرتقال ولا لافاني كيما تحبوا. نزيد كيلة سكر، الكيلة ديالي انايا هاد الكاس اللي راكم تشوفوا فيه نحطها مباشرة ندرب باش السكر ما يتحرقليش. عندي ندرب مليح حتى يدوب، ندرب بالخلاط الكهربائي ولا باليدوي كيما تحبوا. انا درت بالكهربائي باش يسهل لي العمليه. ندرب حتى يبيض نوعا ما، بعدها مباشره نزيد الكيله تاع الزيت، كيله يا بناتها ماشي ناقصه ولا كيله عادي، كيله زيت نزيدها تدريجيا ونضرب حتى نتحصل على قوام كيما راكم تشوفوا. السر ديالي هو مغرف مايزينا مع مغرف حليب. انا درت سائل، هي من الاحسن نديرو غبره. نزيد مباشرة الفارينة وزوج لاليفر، زوج لاليفر. لم حتى نتحصل على عجينة طرية، ما نعجنش يا البنات، نطمها برك هذا ما كان. الصفار هذاك نزيد له غبرة الكاكاو، ولا تحبوا زيدوا له القهوة كيما تحبوا خلوه كيما راهو صفار عادي جدا. ديروا له فانيليا على جال الريحه، ومم اذا ما درتوش نورمال. نشكل الاشكال اللي حبيتهم. الحجم لازم يكون خشين، السمك تاع العجينه ديالي الخشين كيما الطابع تاع زمان لازم يكون خشين يا البنات. عندي نحط السنيوه ديالي ندردر عليها الفرينه ونستف الحبيبات ديالي الله الله. ندخلهم يطيبوا على 180 درجه، نطيبهم لمده ربع ساعه من تحت 5 دقائق من الفوق. انا نحب نحمرهم شويه زياده من الفوق باش يجيني هذاك اللون الشباب اللي نبغيه. هذا ما كان يا البنات، وبصحتكم شهية طيبة، وشاهيناكم في الجنة ان شاء الله. وديرونا ابوني، دعمونا وما تنسوناش بالتشجيعات ديالكم.